إن الدنيا دار فناء ما خلقت لبقاء، وإن الدار الآخرة هي الحياة الحقيقية. ولهذا قال نبينا صلى الله عليه وسلم: من كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره وجعل غناه في قلبه، وأتته الدنيا وهي راغمة. من كانت الآخرة نيته جمع الله له أمره، أي جعل الهموم هماً واحداً، هم الآخرة. من كانت الآخرة نيته همه الأكبر أن يرضى الله عنه، هذا الذي يهمه في هذه الحياة، أن يرضى الله عنه. من كانت الآخرة نيته جعل الله غناه في قلبه، أي رزقه الكفاية وقنعه بما في يده، فيكون مستغنياً بالله عن الناس، لا يطمع في أحد. من كانت الآخرة نيته تجده خلوقاً صواماً قواماً باراً بوالديه واصلاً لرحمه، تجده سهل الطباع، سمحاً إذا باع سمحاً إذا اشترى. من كانت الآخرة نيته لا يأكل الربا ولا يرضى بالرشا ولا يدنو من الحرام. من كانت الآخرة نيته تجده متواضعاً لا يتكبر، تجده متواضعاً وقد رفعه الله. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون.